بعد أسبوع كامل من الجري والتصوير والمذاكرة والشغل، الطاقة الاجتماعية واصلة صفر. النهاردة هيبقى يوم على الهادي، هقعد في البيت وأشحن وندردش شوية. هاخد شاور في السريع، بعد كده نبتدي اليوم. ورانا حاجات كتير النهاردة. من الحاجات المهمة اللي لسه متعلمها قريب إنه لو أنت كنت مستحمي ولكن ما نويتش الوضوء، فلازم إنك أنت بعد ما تخلص استحمام لازم تتوضأ. طبعا زي ما قلت لك النهاردة هيبقى اليوم على الهادي، ولكن في شوية حاجات محتاجة تظبيط، زي مثلا محتاج إني أروق الأوضة عشان مقلوبة ولازم أشوف الغسيل، وكمان محتاج أبعت شوية إيميلات. الأول خلينا أصلي، بعد كده نبتدي اليوم على خير. الله، الشمس النهاردة طالعة فالأجواء جميلة. ممكن نفتح الشباك شوية بحيث يدخل لنا شوية هوا. نسيت أقولك إنه من الحاجات اللطيفة في موضوع الشباك هنا في ألمانيا إنه بيتفتح بطريقتين. كل الشبابيك اللي شفتها، أول طريقة طبعا هو كده مقفول، فأول طريقة إنك تعمله أفقي كده وبعدين تسحب، فساعتها هيتفتح بشكل كامل زي ما انت شايف. او الطريقة التانية هي انك تكمل لفوق، تخلي عمودي لفوق كده وبعدين تسحبه، هتلاقيه اتفتح بشكل مايل كده، بحيث انه يدخلك بس شوية هوا بدون ما يبقى مفتوح يعني بشكل كامل. تركاية من تركات ألمانيا. بالنسبة لي الفطار هو أحد أساسيات اليوم اللي مقدرش أستغنى عنها خالص، وكل الشكر لعز اللي علمني إزاي أعمل فطار كويس. الخير كتير أهو الحمد لله. ممكن حد بقى يجي ويسألني يقول لي ازاي يا سولم انت بتنظم وقتك بين كل الحاجات دي، يعني المهام اليومية، الشغل اللي وراك والفلوجينج وكده. والإجابة هي تونس. صراحة أنا نظامي بسيط جدا، لأني بطبيعتي شوية بني آدم عشوائي، ولكن بشتغل كالتالي. أنا في حياتي عندي دلوقتي 3 حاجات رئيسية شغال عليها: أخلص الماجستير، أدي شغلي بأفضل شكل ممكن وأحافظ عليه، الفلوجينج حاليا. الفكرة بقى إن في كل يوم عندي مهمة واحدة رئيسية المفروض أنجزها، تكون متعلقة بال3 أهداف دول. فده نظام حياتي، بشوف إيه الأهداف المرحلية اللي أنا شغال عليها، وكل يوم بنجز خطوة بسيطة في الأهداف دي بحيث إنها تقربني للأهداف دي. تاسك صغيرة بس المهم إنها تنجز خلال يوم واحد، لكن باقي روتيني داخل في بعضه. هل مثلا بعملهم ورا بعض؟ هل عندي جدول معين؟ لا نهائي، كله داخل في بعضه، ولكن ما يخلصش اليوم الا وتكون المهام دي منجزه. ده اللي مساعدني ان اسرفايف لغايه دلوقتي بطبيعه شخصيتي يعني. طبعا انا هنا ما اتكلمتش عن الحاجات الاساسيه اللي هي اساسا لازم تكون موجوده كل يوم، زي الصلاه، الطبخ، التنظيف، مكالمه الاهل، وتعلم اللغه. فدي كلها حاجات يعني اساسيه. بس كده يا صديقي، فهو ده باختصار ازاي بدير حياتي. وممكن اعمل فيديو مخصوص بعدين عن أفضل طريقة لتنظيم الوقت لشخص فوضوي أو عشوائي بطبيعته. المهم خلصت فطار، حان وقت الترويق. منظر الأوضة بقى جميل، الدنيا منظمة وحلوة الحمد لله. الحمد لله خلصت ترويق،
حان الآن موعد الغسيل. لحسن الحظ امبارح قبل ما اخرج كنت سايب الهدوم في الغسالة استغلالا للوقت، فدلوقتي زمانهم نشفوا فهلمهم وابتدي ارصهم. الغسالة بتاخد الشراب فردتين بترجعه فردة واحدة، حرفيا ده اللي حصل. مش لاقي الفردة التانية بتاعت ده. خلاص الحمد لله كده روقنا، غسلنا، اكلنا، تمام التمام. دلوقتي هقعد ابعت شويه ايميلات مهمه، اشتغل شويه، اكمل مونتاج الفلوج بتاع امبارح لانه لسه منزلش لغايه دلوقتي فانا متاخر حاجه بسيطه. بس وبعد كده نشوف هنعمل ايه. خلاص كده رسميا وقت المغرب. للأسف شغلي بيتطلب كتير جدا إن أنا أبقى قاعد، فلذلك بحب إن أنا أعمل شوية اكسرسايزز في البيت، حاجة خفيفة كده بس عشان الجسم ما يعطلش. أظن إنه حان وقت تحضير الغداء سلاش عشاء. للأسف الفترة دي أنا باكل وجبتين بس في اليوم، وده شيء طبعا مش كويس خالص، بس ظروف الوقت. هنعمل وجبتي المفضلة في الغربة، مكرونة باللحمة المفرومة. وبكده يبقى ايه كل المقادير جاهزة. معانا البصل والثوم، طماطم، صلصة طماطم، شوية بهارات وزيت ولحمة مفرومة. كده يبقى تمام. وطبعا المكرونة هي بتغلي لسه على النار. دلوقتي هنبتدي نعمل الصلصة والايه الحبشتكنات. نجيب الزيت بقى، نحط شوية كده. قررت اني اضيف شوية فلفل. اول ما يبتدي البصل يدوب ننزل عليه الثوم بقى كده. دلوقتي بقى نحط الفلفل هو كمان، نقلب بقى الحلويات دي كلها. هنضيف بقى ايه صلصة الطماطم بتاعتنا. نحط عليها شوية مية ساقعة عشان خاطر ايه متعجنش مننا. ناخدها دلوقتي بقى أهم وقت الغرف. الطبق بتاعنا المكرونة. الله على الجمال، يا سلام. 10/10. يلا بينا. بسم الله. دلوقتي مش باقي غير آخر حاجة في يومي وهي درس اللغة الألمانية، فهحضره وبعد كده لازم أنام. Die Schüler lernen etwas über Landschaften und fremde Länder. بس كده. أنا تعبان جدا، فتصبحوا على خير وأشوفكم بكرة. سلام.
هوريكم دلوقتي تركاية محترمة لتطبيق اللبس، سريعة وسهلة وشكلها منظم. هنحط صباعنا هنا وبمحاذاته هنا، تمام؟ وبعدين هنسحب ده لتحت لآخر التيشيرت ونعمل كده هوب تدا. وممكن اننا نقسمه كمان نصين فيبقى كده او اكتر فيبقى كده بس.